من أفضل الطرق اللي تتعلم بيها الإنجليش إنك تتعلم الإنجليش بالعربي. يعني إيه تتعلم إنجليش بالعربي؟ يعني تتعلم إنجليش بالعربي. بسيطة. خلاص. امال حضرتك فاكر ايه يعني؟ بسم الله ما شاء الله. شغل يا ابني. طيب نبسطها لكم شوية عشان واضح إن الموضوع صعب شوية. مخك بيفكر إزاي؟ مخك بيفكر بالعربي، وحضرتك عايز تعمل له كنترول وشيفت شمال وتخليه يفكر بالإنجليش. فبيقولوا لك زي ما قالوا لي اسمع إنجليش كتير قوي وإنت الإنجليش بتاعك هيتحسن، وتفضل تسمع أفلام ومسلسلات وأخبار بالإنجليش. ولا حياة لمن تنادي. طب أنا عايز أسألك سؤال، هو أنت لو عايز تتعلم صيني مثلا، لو قعدت تسمع صيني لمدة 3 شهور أو 4 شهور، قعدت تسمع كتير قوي 24 ساعة مش ساعتين 3، هل الصيني بتاعك هيتحسن؟ لا طبعا. بالعكس. absolutely. أمال الإنجليش هيتحسن إزاي؟ بالكورسات؟ الكلام ده كان زمان وبقى موضة قديمة. أنا جاية لك بالزبدة. طب هيتحسن إزاي؟ زي السكر في الشاي. لا بجد، في قانون فعال جدا في تعلم اللغات بصفة عامة، والإنجليش بصفة خاصة. أنا اكتشفته، ولما بحثت واتمحصت لقيته قانون عالمي عبر عنه العالم الكبير هاني رمزي بجملته الشهيرة اللي بتقول: يعني انت لو قدامك طبق كشري مليان على الاخر وجيت انا من غير ما انت تاخد بالك خدت معلقه، هتحس بحاجه؟ طبعاً انتوا بتقولوا ايه علاقة طبق الكشري بتعلم الإنجليش؟ هبسطها لكم. دلوقتي احنا قلنا إن دماغك بتفكر بالعربي، ومشكلة دماغك الكبيرة هنا عايدة على المشكلة مش على دماغك، لأن لو فعلاً دماغك كبيرة كان زمانك اتعلمت إنجليش من زمان. مشكلة دماغك الكبيرة إنك بتضغط عليها بالإنجليش كتير مرة واحدة، سواء مذاكرة أو ممارسة. حضرتك تقعد 2-3 إنجليش مرة واحدة، دماغك بتحس إنها اتفرمطت من العربي وراحت منطقة جديدة عليها خالص بالإنجليش. تتكلم إنجليش، تسمع إنجليش، تتكلم إنجليش، تحاول تفكر بالإنجليش، فبتحس إن البيئة دي مش بيئتها ولا الجو ده جوها، فتهيس منك بسرعة. وعلمياً أنت بتبقى دماغك في حتة حمادك كلها عربي، وبتروح وتسرح بيها في حتة حمادة تانية خالص، فطبيعي دماغك تقولك لا دي ملام ولا الشكل شكلي ولا ده ولا ده ولا ده ولا ده ولا ده ولا ده انا. لكن يجي واحد زي جيمس كلير مثلا في كتابه اللي مكسر الدنيا Atomic Habits أو العادات الذرية، ويقولك أحسن وأسهل طريقة تضحك بيها على دماغك وتكون عادة جديدة من غير ما دماغك ما تتعب، إنك ما تعملش ألت وشيفت يمين. يعني ما تنقلش نفسك مرة واحدة هي هوب للعادة الجديدة. أمال تعمل إيه بالظبط؟ تعيش حياتك طبيعي جدا، بس تزود حاجة بسيطة جدا 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 في العادة دي، فأنت أصلا هتحس إن ما حصلش حاجة وإنك في منطقة الأمان والدنيا بيس يمان. بالظبط لو معاك طبق كشري وأنا خدت منه معلقة، هتحس بحاجة؟ لأ طبعا. بس برضو هبسطها لك، لو عمالين نتكلم عربي عادي جدا زي دلوقتي، ورحت أنا مفهمك الطريقة الجديدة اللذيذة الأميزنج دي اللي بنتعلم بيها إنجليش، وحط لك كلمة إنجليش في النص وأنا عمال أكلمك، هتحس بحاجة؟ لأ طبعا. خدت بالك إني قلت لك كلمة أميزنج بالإنجليش ولا كنت سرحان مني؟ أكيد كنت أوت أوف فوكس، مش مركز، مقضيها ضحك وهزار والسونج عجبتك وعمال تغني معاها، مع إن المفروض تاخد بالك إن الموضوع ده مهم جدا وتكونسنتريت في الكلام اللي بقوله لك، وتاخد بالك إن اللي بعمله معاك دلوقتي هو اللي أنا بطلب منك تليرني بالإنجليش، تعمل كود سويتشنج لكل نيو وورد بتتعلمها. يعني تتخيل معايا كده إن البرين بتاعك كشري بليت، مخك طبق كشري، خدنا من العربي اللي فيه سبون، خدنا منه معلقة، المعلقة دي تكون كلمة عربي وخطينا بدلها English word. هتحس إن في difference؟ هتحس إن في فرق؟ بالعكس، هتحس إن الدنيا بيس يا مان، وإن الحياة حلوة بس نفهمها، وإن مفيش مشكلة، ولو في مشكلة حلها مش مشكلة. الخلاصة، اتكلم عربي عادي جدا، واحشر في طبق الكشري كلمتين إنجليش، مش 20 كلمة، لا 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 لا، كلمتين وبس بصوت فؤاد المهندس. أو تسمع حلقات الكود سويتشنج اللي هتنزل على القناة
وبرضه تتعلم كل مرة عدد قليل من الكلمات. يعني ممكن الموضوع الواحد تقسمه على مرات كتير. تقسم وقتك إزاي وانت بتلورن الإنجليش؟ ده اللي هقوله لك next time إن شاء الله.